ما قاله واحد من الناس في زمن مضى من الحكماء. قال: مررت على المروءة وهي تبكي، مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت: علام تنتحب الفتاة؟ ليش يا مروءة بتبكي؟ مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت: علام تنتحب الفتاة؟ فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون كل الناس ماتوا. الفلسطينيون لاجئون، اليمنيون لاجئون، انتبهوا، الفلسطينيون لاجئون، اليمنيون لاجئون، الليبيون لاجئون، الفلانيون لاجئون، ولكن الطامة الكبرى أن العراقيين الأحرار باتوا يحتاجون إلى كفيل في وطنهم. النازحون اللاجئون المشردون من أهلنا في العراق في الأنبار، يحتاج أحدهم إذا ما أراد أن يدخل إلى بغداد يحتاج إلى كفيل يكفله، يقول: هذا على مسؤوليتي. مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت: علام تنتحب الفتاة؟ فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون كل الناس ماتوا. والله والذي بعث محمدا بالحق نبيا، إن بقي حكام العرب على ما هم فيه من الخسة والندالة إلا وسوف ترون إن عشنا وعشتم أن القرامطة، أن الفرس سيدخلون إلى الكعبة المشرفة ويصنعون كما صنع أبو طاهر القرمطي حين وقف وبال بولا على الكعبة وقال: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ وقتل 30,000 من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال، ثم وقف والدم يقطر من سيفه وقال: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ هكذا قال أبو طاهر القرمطي، قال: أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. والذي بعث محمدا بالحق نبيا، إن لم يستيقظ حكام العرب على ما يجري لأهل الكتاب والسنة في المشرقين والمغربين إلا وترون الحجر الأسود كما حصل في 317 للهجرة قد خلع وأخذ إلى دلمون في ذاك الزمن إلى بلاد البحرين وكانت تسمى دلمون، ومكث عندهم 22 سنة الحجر الأسود، وخلعوا الميزاب الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلعوا الباب وسرقوا كنوز الكعبة كلها رويدا رويدا. أهلنا في العراق يحتاجون إلى كفيل يكفلهم لكي يدخلوا إلى بغداد. والله في أسوأ الرؤى في المنام لم أتوقع في يوم من الأيام هذا الأمر أن يجري لأهلنا في العراق.